أنا اللي دهست لدرتي بيدي. اليوم غنعاود لكم قصتي. سنة 1979 قرر الوالد ديالي أنه يتزوج ويكمل دينه. كنا كنتميو لواحد العائلة جد فقيرة، والوسط محافظ جدا، بحكم الانتماء ديالنا لواحد المدينة هي في الأصل ديالها محافظة زمان. أما دابا تبدلات الوقت، وهذا خيط من خيط القصة ديالي. تزوج الوالد ديالي بالأم ديالي وسكن مع جداتي. الدار ديالهم كانت صغيرة وساكنين فيها 6 د عمامي وحدين أخرين، كل واحد فيهم شاد 2 متر في ديك الدار، 2 متر على 2 متر. البيت كان عبارة على ناموسية وصندوق، هو فاش كنديرو الحوايج. هادشي اللي كانت كتعاود ليا الأم ديالي. كان الوالد ديالي الحلم ديالو هو الهجرة، وكان يحماق على أنه يهاجر، ولكن ما عندوش لا إمكانيات لا مادية ولا معنوية. من بعد سنة بالزواج ديالو من الأم ديالي قرر أنه يحرق، أنه يهاجر وما يبقاش مجرد حلم، بل يولي حقيقة أنه يهاجر. من أول محاولة كانت ناجحة، وهاجر الوالد ديالي والتحق بالديار الفرنسية، وخلى الأم ديالي كانت مازال حاملة بيا. تساديت أنا سنة 1981، والوالد ديالي سوى الوضعية ديالو سنة 1982. سبحان الله، بهاد السهولة هادي ربي سهل عليه في الحريق ودغيا صابو ريقاتو. جا الوالد ديالي وأول مرة غيشوفني فرح بيا ودار ليا السبوع مرة تانية، مع العلم أن جداتي كانت دارت ليا شي حاجة من السبوع. كان وعد الأم ديالي أنها غتلتحق به في هاديك السنة، من بعد ما كمل واحد الإجراءات بسيطة ودار لها الالتحاق، والتحقت به والتحقت بها أنا. التحقنا مجموعين بالوالد ديالي. سمحوا لي، لأول مرة غادي نعاود قصتي وأنا الدموع في عينيا وربي اللي عالم بيا. التحقت أنا والأم ديالي بالأب ديالي. كان السن ديالي 3 سنوات. الأم ديالي جاية من وسط جد محافظ. زاد فاش جينا الأم ديالي زادت ولدات 2 بنيتات أخرين و2 وليدات أخرين، ولا داعي للدخل في التفاصيل لأنها ماشي مهمة في القصة ديالنا. الأب ديالي كان كيخدم مسكين بزاف، وكان كيحاول أنه يساعد العائلة ديالو، خوتو والوالدين ديالو، مع العلم أنه حتى خوتو كانوا هاجروا بالواحد بالواحد بالواحد، كلشي هاجر. بقات غير جداتي من بعد سنوات قليلة وتوفات الله يرحمها هي والجد ديالي. كان الوالد ديالي الحلم ديالو أنها تكون عندو دار كبيرة في البلاد ديالنا، وبحكم البلاد ديالنا الأرض فيها رخيصة بزاف بالمقارنة مع الخلصة اللي كان كيقبض في فرنسا. كان داكشي اللي كيجمعو في العام كيهبط يستثمرو في البلاد، كان كيشري أرض وعاوتاني يجمع مبلغ ويمشي ويشري طرف آخر في الأرض المجاورة ليه، حتى شرا واحد الأرض كبيرة. من بعد بدا كيبني بدا كيبني واحد الدار في وسط الأرض اللي شرا بنا واحد الدار كبيرة، وبقى كيجهزها، وكلهم الأجهزة اللي كان كيدير كان كيجيبها من فرنسا. كنا كنهبطو كل عام، كان كيهبط مع الوالد ديالنا كيقول لينا باش تمسكوا بالعادات والتقاليد ديال بلادكم كل عام خصنا نهبطو، ما كاينش العام اللي ما نهبطوش، وممنوع علينا نقولوا لا. واصلا حتى حنا كانت الوالده ديالنا مربيانا على ان نبغيو بلادنا ومحببانا فيها بزاف. كانت الوالده ديالي فرضات علينا الحجاب، وفرضات علينا الصلاه، وفرضات علينا نمشيو للجامع وما نتصاحبوش مع اللي خارجين الطريق،
كنا كنقولو غير السمع والطاعة، وكنا مرتاحين ما نكذبوش، ما كناش متسلطين. أي حاجة قالها الوالد ديالي الأم ديالي كتقول ليه مرحبا، وأي حاجة قالتها الأم ديالنا لينا حنا كنقولو مرحبا. من بعد فاش كنت كنقرا في الليسي كان واحد الشاب فرنسي متعلق بيا بزاف، وكان كل مرة كيوقفني وكيقول لي عافاك بغيتك عافاك بغيتك. وبحكم التربية ديالنا كنت دائما كنرفض بلا لا، من غير تفكير، لا لا لا. واحد النهار قلتها للأم ديالي، قلت لها واحد الشاب فرنسي مضايقني وكيقول لي أنه بغاني نتزوج بيه، وأنا ما موراي ما بغيتش. بحكم التربية ما كنتش كنفكر نهائيا في العلاقات أو في أي حاجة، ما كنتش كنفكر فيها لا زواج لا خطوبة لا والو. قالت لي الأم ديالي بنتي راكي كبرتي 17 عام 18 كبرتي، ماشي عيب أنك تتزوجي، العيب هو تخرجي الطريق. إلا بغاك هاد ولد الناس في الحلال مرحبا، ولكن بشرط يدخل الإسلام. قلتها ليه، قلت له يا ولد الناس إلا بغيتيني عندي شرط واحد. قال لي غير شرط واحد؟ قلت له واحد، ما عنديش بزاف الشروط. قال لي شنو هو؟ قلت ليه تولي مسلم وتدخل الإسلام، وديك الساعة مرحبا بك في دارنا. كنت أنا كنظن أنه غيتردد أو غيرفض، لأنه صعيب على أي واحد تقول ليه تخلي دينك وتتبعني. إلا بغيتيني تتبع الدين ديالي كنت كنظن غيرفض. ما ترددش في البلاصة، في البلاصة، في البلاصة. قال لي أنا مستعد، أنا مستعد نولي مسلم، غير قولي لي كيفاش وفوقاش. قلت ليه إلا بغيتي تولي مسلم سير للمسجد ديال المسلمين كان في المدينة ديالنا، تما غتاخد كلهم المعلومات وكلهم التفاصيل واعتنق الإسلام ومرحبا بك. قال لي مرحبا من غدا. كانت ليلة الخميس وغدا الجمعة، التحق بالمسجد ومشى باش يأدي الشهادة ويدخل في الإسلام. فرح هو بزاف وفرحت حتى أنا، ما نكذبش عليكم، لأنني حسيت أنني دخلت واحد الإنسان للإسلام وعلى يدي. فرحات الأم ديالي والأب ديالي، وجات تقدم الخطبة ديالي، واخا الوالدين ديالو ما دخلوش الإسلام ولكن هو دخل الإسلام على ودي. فاش جا قال ليه الوالد ديالي حتى دير 18 عام عاد يمكن ليا نزوجها لك، بغيتي دابا تتعرف عليها وتخطبها مرحبا، خطوبة رسمية بالعادات والتقاليد ديالنا، ولكن الزواج حتى تزيد البنت تكبر وتكمل قرايتها في الليسي ومن بعد يسهل الله. هذاك الشيء اللي كان. هو كانت عنده تقريبا 25 سنة، لأنه كان هو الأستاذ في هذاك الليسي اللي كنت كنقرا فيه أنا. درت 18 سنة، كنت كنلاحظ أنه كيزيد التشدد ديالو بالدين ديالنا والبحث ديالو في الدين ديالنا. تزوجنا زواج رسمي في فرنسا بالوراق بكلشي. قلت ليه ضروري ما خصني نهبط للمغرب ونعرض العائلة والحباب ونعلن الزواج ديالي، حيت شحال من واحد في المغرب كان كيقول لي لا كبرات حنان نتزوج بها من العائلة، وكانوا كيقولوها للأم ديالي، ولكن باش تبين ليهم أنني نتزوج ضروري كان خصنا نديرو العرس. هبطنا للمغرب درنا العرس. أي عرس واخا ديري اللي درتي ضروري بنادم ما يهدر. كيقولوا تزوجات بنصراني، تزوجات بنصراني، الله يهديكم راه مسلم ماشي نصراني، راه فرق بين نصراني ومسلم. ما علينا، تزوجنا درنا عرسنا فرحنا الحمد لله. قال لي شوفي بغيتي تخدمي خدمي، بغيتي تقراي قراي، بغيتي اللي بغيتي مرحبا. كانت متشدد بيا بزاف وكيبغيني بزاف. كنت كنقول الحمد لله لقاني الله بولد الناس. فاش مشيت تزوجت بيه قلت ليه شوف كيف ما كانت الأم ديالي دايرة حتى أنا غادي ندير، غنهتم بيك وبالدار ديالي. وجلست من القراية وجلست من الخدمة وجلست من كلشي. ما بغيتش نخدم واخا كنت متفوقة في القراية ديالي، قلت منا ما نخدمش خليني نقابل داري. كيف ما كيعرف الجميع أنه في فرنسا ممكن أنك تقراي وتخدمي في نفس الوقت، ولكن أنايا كنت يلاه بديتها ولكن حبست. كان موفر ليا جميع شروط الحياة والسعادة، اللي حليت عليها فمي كيجيبها ليا، اللي بغيتها كيجيبها ليا، وحتى اللي ما بغيتهاش كيجيبها ليا. كان من أطيب خلق الله.
حتى غادي يجي واحد النهار أن الوالد ديالي قال خصو شي واحد اللي يقابلنا الفيرما ديالنا اللي عندنا في المغرب واللي فيها الدار ديالنا، بحكم أنها مأتتة وبثمن غالي وفيها البقار وفيها الحوالة وفيها الماعز وفيها كلشي، وكان ضروري خص اللي يقابل ليه هداك الشي واللي يوكل الحيوانات اللي فيها. فكرت الوالدة ديالي في واحد المرا كاينة في المدينة ديالنا فقيرة جد فقيرة، وعندها بنيتات كانوا صغيورين ووليداتها كانوا مساكن كيخدموا واخا صغار. اقترح عليها الوالد ديالي والأم ديالي أنها تجي تسكن في الفيرما ديالنا فاش ما نكونوش، وتقابل الحيوانات اللي فيها وترد ليها بالبال من الشفارة. هي فرحات ووافقات وجات بالزربة، لا هي لا الزوج ديالها. كانت العام كله كتسكن في الفيرما ديالنا بحكم الدار ديالها كانت قريبة للفيرما ديالنا، دارها صغيرة بزاف وغير مريحة للسكن، وكانت مقابلة البقار ومقابلة البهائم اللي كانوا عندنا. المهم فوق ما كنا عابدين المغرب كان الهم ديالنا الوحيد أننا نفرحو، نعطيها اسم مستعار فتيحة، نفرحو فتيحة وبناتها. كنجيبو ليها ما لذ وطاب من المأكولات، وداكشي اللي كنشريوه لينا كنشريوه لبناتها غير فطاي صغيرة، حيت بنياتها كيما قلت لكم كانوا صغار. كنا نساعدوهم في الدراسة بالمال بالكتب بالدفاتر وبالشكاير وكلشي خصنا حيت نكونو هابطين في الصيف خصنا نوجدو ليهم الدخول المدرسي لبناتها. مشات الأيام وجات أيام والبنت الكبيرة بناتها تزوجات والنصف الحوايج ديال العرس ديالها أو كلشي شريناهم حنا، وقلنا خصها تبان وخصها تبان حيت ماشي حيت هي فقيرة تمشي مدلولة. تزوجات البنت الثانية ونفس الشيء، الأم ديالي ما خلاتش ليا من تكاشط من بيجامات من جلال من كلشي كتجهز ليا. الأم ديالي كانت فرحانة بزاف لأن ديك المرا كانت مقابلة ليها دارها، وكان الزوج ديالي كيمشي حتى هو للمغرب بوحدو شي مرات من بعد ما دازت على زواجنا 20 عام. هاد 20 عام ولدت فيها 5 ديال الوليدات، 3 بنات وجوج وليدات. كنا فرحانين بيهم. 20 عام ماشي سهلة، 20 عام. الولد الكبير في ولادي عنده 18 عام. كان الزوج ديالي كيقول لي تعلقت بالمغرب بزاف بغيت نمشي، كنقول ليه سير راه الدار كاينة. كيمشي كيحل الدار ويدخل ليها، ما عنديش أدنى ذرة شك فيه. مرة نمشي معاه مرة يمشي بوحدو مرة يقول لي يلاه نمشي، كنقول ليه لا غير سير. حتى توفى الوالد ديالي واحد النهار، مشينا للمغرب درنا الجنازة ديالو هبطناه مسكين دفناه في المغرب رجعنا. بقى خوتي ما عندهمش اهتمام بزاف بالدار ديال الوالد ديالي اللي في المغرب، مكانوش متعلقين بها بزاف. واصلا الدراري ماشي بحالنا حنا البنات، حنا كانت الام ديالنا اللي قالتها لينا كنديروها، ولكن الخوت ديالي حيت كبروا حتى هما وتزوجوا ما بقاش عندهم اهتمام بزاف في المغرب. كان الزوج ديالي هو اللي كيمشي يهبط ويطلع الدار حتى 3 المرات 4 المرات في العام. كنقول ليه ماشي مشكل، وقتاش ما لقى الطياره رخيصه كيقطع واخا غير يومين 3 ايام كيقول لي غنمشي نطلع على الفيرما ونجي. كنقول ليه سير وهاكدي معاك الفاتحه وبناتها، هاكدي معاك هادي راه مسكينه بقات عندها غير بنيته وحده مونسه في الدار، هاكدي ليها. البنت الصغيره كانت عندها تقريبا 16 سنه. حتى جا واحد النهار راجلي قال لي راه فاتحة بنتها راه مخطوبة. قلت ليه مخطوبة ما فراسيش وهي باقا صغيرة مسكينة، علاش تخلي بنتها تخطب دابا؟ قال لي وراه مخطوبة، الا بغيتي تعاونيها ولا شي حاجة راه مخطوبة. سولت الام ديالي قلت لها واش فاتحة بنتها تخطبات؟ قالت لي تخطبات. قلت لها علاش ما قلتيهاش ليا؟ قالت لي هو ما جابتهاش الظروف. ديك الساعة الزوج ديالي كانت في عمره 45 سنة تقريبا، وبنت فاتحة كانت في عمرها 16 سنة. فرحت الخطوبة ديالها كلمتها باركت ليها قلت لها الله يبارك فيك، قلت لها شنو خاصك؟
قالت لي ما خصني والو، قلت لها غير قولي، قالت لي لا ما خصني والو، بحكم هاد السنوات الأخيرة السعر ديال الذهب ارتفع بزاف، قلت غندير ليها رادكو وغندير ليها 3 د البراسليات أحسن ليها من الحوايج، داكشي اللي درت، هبطت للمغرب أنا وراجلي شريت ليها رادكو وشريت ليها براسليات وشريت ليها حلقات، قلت لها هذا هو الكادو المسبق ديالي للعرس، حيت عرسك موحى نقدر نحضر ليه حيت قلتي لي باغا ديريه في الشتا وأنا الشتا كيكونوا وليداتي قاريين ميمكنش ليا نهبط، فرحات وقدات من عندي الكادو وما قالت لي حتى حاجة، طلعت لفرنسا طلع معايا راجلي، من بعد 3 شهور قال لي راجلي خصني نهبط، راه داير شي شجر جديد في الفيرما خصني نطلع عليه، قلت ليه صافي سير الله يعاونك، فاش مشيت الصدمة ديال عمري، الصدمة ديال حياتي، فاش مشى للمغرب كلمني قال لي حنان، قلت ليه نعم، قال لي بغيت نهضر معاك، قلت ليه مرحبا، قال لي بغيت نطلق وانا وياك، قلت ليه شنو كضحك معايا، قال لي لا ما كنضحكش معاك، باغي نطلق، كيفاش اولد الناس علاش شنو كاين، قال لي ما بغيتش نصدمك وما بغيتش ندير لك شي صدمة اللي غتعيشي بها طول حياتك، قلت ليه قول لي شنو كاين، واش مريض، واش عندك شي حاجة، واش باغي تدخل الحبس، تخلطوا عليا الأفكار، تخلطوا عليا المشاعر، من بعد 20 عام ديال الزواج و20 عام د العشرة والوليدات كبروا، قال لي راني تزوجت وما قدرتش نقولها لك، قلت ليه تزوجتي كيفاش، قال لي راني خاطب وباغي نتزوج ببنت فاتحة وأنا هو اللي خاطبها، وهداك الشي اللي كنتي كتزعجي راه البنت فاتحة، غرني الشيطان، وكنت فاش ما كنهبط للمغرب كنلقاها في الدار هي والأم ديالها، فاش كتشوفني الأم ديالها جيت كتخلينا غير أنا وبنتها في الدار، حتى وقع اللي وقع، ودابا بغيت نصلح الغلط ديالي وما نخليهاش، 16 عام وهي في هذيك المدينة محافظة هكاك، قال لي خصني نسترمى جاني انهيار عصبي، دخلت للسبيطار، قطعت المكالمات، قطعت الماكلة، قطعت الثقة في الناس، ما بقيتش عارفة شنو ندير، ما بقيتش عارفة شنو نلوم، واش نلوم راسي اللي تقت في راجلي، واش نلوم راجلي، واش نلوم الأم ديالي اللي جابت هذيك المرا اللي ما تسواش وسكنتها في دارنا، واش نلوم الأب ديالي اللي خلانا عايشين في ضيوف الكرا في فرنسا ودار فيرما اللي يسوى واللي ما يسواش في المغرب عاش فيها، ما بقيتش عارفة شنو نلوم، من بعد ما جهجت ليها وكسيتها من نهار تزات وانا كنكسيها، من تقاشر من سليبات وصوفيطمات حتى كبرات تزوجات وانا باقا كنكسيها وما فراسيش، ما فراسيش انها هي اللي غادي تخرج لي على حياتي، انها هي اللي غادي تخرب ليا كل ما بنيت في 20 عام، جات خربته في ليلة وحدة، بكيت مرضت شكيت على الأم ديالي، الأم ديالي اتصلت بفاتحة قلت لها بصحتك هادشي اللي درتي، قالت لها سمحي لي ولكن ما عندي ما ندير، الغلط كيوقع، ماشي الغلط ديالي أو ولاد بنتي، الغلط جا من راجل بنتك، ولكن هو بغا يستر ما وقع، قالت لها هي الثقة اللي درت فيك وسكنتك في داري وعطيتك ذهبي وعطيتك حوايجي وعطيتك على كلشي، قالت لها 2 كلمات سمحي ليا ما بيديش، هو اللي بغا بنتي ماشي أنا اللي تبعتو، كون كان باغي بنتك كون بقى معاها، ولكن هو بغا بنتي، بغا الصغر، بغا الشباب وبغا الحياة، مادام قصحتي معايا الهضرة ورجعتي كتلوميني وكتحاسبيني على ما عطيتيني فاش كنت فقيرة، أنا جيتك حتى أنا للواقع، راجل بنتك ما بقاش باغي بنتك، بغا بنتي، بغا بنتي،
والله يخلف عليك على هاد الشي اللي كنتي دايرة معانا وبغيتي نرجعوه ليك مع الوقت. راجل بنتي غيرجعوه ليك. آه. تصدمت، تصدمت وبكيت ومرضت وتأزمت. ضاقت بيا الدنيا وعرفت بأن مكايناش شي بلد سميتها بلد محافظ ومكايناش الثقة. أوه، هادشي اللي كتب عليا الله، هادشي اللي كتب عليا الله. ما عندي ما ندير باش نهربو من الواقع. مستحيل. وباش نثيقو مستحيل. من بعد ما خليت قرايتي وخليت خدمتي وخليت شبابي وثقت فيه، قلت أنه هو تخلى على دينه وبغاني أنا، ها هو تخلى عليا ومشى البنت المساعدة اللي كانت عندنا في الدار. يا ريت تكون مشى لبنت واحدة أخرى والله ما يبقى فيا الحال بحال هكا. ولكن هذيك البنت اللي ربيتها فلوسي وكسيتها من لحمي وشربتها من دمي، وكنت كنقول لا هي قريبة تزوج نشري لها هي الذهب، أنا ماشي مشكل أنا عندي. غدراتني وضرباتني في ظهري. دار ليها الأوراق تزوجو وجابها سكنات في فرنسا. ولكن أقسم بالله ما غنسمح ليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أنا ما غنأذيهاش في الدنيا. ولكن ما تنساش أنها حاضرة في كل سجدة وفي كل دعوة في الليل راها حاضرة. وإن شاء الله دعوتي غتوصل ليها، غتوصل ليها وحتى للزوج ديالي اللي ضيعت الثقة ديالي فيه. حتى لهنا كنوصل النهاية ديال قصتي. نتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله. والله لا يسامحكم، والله لا يسامحكم، والله لا يسامحكم. عند الله نلتقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.